بيقول لك بقى الانسان يطير بجناحين من السجق والكبده الاسكندراني. يا سلام حكم. النهارده بقى هنجرب مطعم ملاك اسكندريه موجود في المحله في اول شارع المطاعم قدام فيلا الشامي. اول حاجه بقى هنجربها هي الكبده. سندوتش الكبده عندهم ده عامل 14 جنيه، وبيحط عليه شويه ليمون كده وشويه طحينه، ودي من احسن الحاجات اللي عندهم فعلا، وهم تخصصهم كبده، وهي الكبده عندهم جامده قوي. نخش على السجق. السجق برضه حاطين عليه شويه ليمون وشويه طحينه. السجق ده ب 18 جنيه وطعمه جامد قوي. بيعملوا كمان سندوتشات كفته وكلاوي وشيش. سبع كفته زي ما انت شايف كده بطول السندوتش كله، والسندوتش ده برضه كان جامد قوي، بس الكفته التوابل بتاعتها زايده شويه. الساندوتش ده ب 35 جنيه. نخش بقى على سندوتش الشيش، نحط عليه بقى شويه كاتشب كده، هيبقى طعمه جامد قوي. والشيش عندهم كان مستوي كويس وكان محرمش كده شويه. اما بقى اللي جامد قوي فعلا فهو الحواوشي الاسكندراني اللي هو الوش بيتزا، وبتبقى عباره عن عجينه وجواها لحمه الحواوشي، وبعدين بيتحط على الوش جبنه موزاريلا وطماطم وفلفل وحبه البركه، وتخش الفرن وتطلع بقى بالشكل الجامد قوي ده. الطعم كان كويس جدا، والجبنه كانت بتشد، وكان طعمها جامد قوي. الحوشي ده سعره 100 جنيه. بيعملوا كمان وجبات بقى زي وجبه الكفته دي وجبه ربع كفته، بتيجي بقى 6 صوابع كفته ورز بسمتي وشويه بطاطس، وبيجي معاها سلطه وطحين. الوجبه دي سعرها 110، وطعم الكفته جامد قوي، بس زي ما قلت قبل كده ان التوابل بتاعتها كانت زياده شويه. بس الوجبه كبيره وحجمها كويس قوي، وخصوصا لو كمان حطيت الكفته كده في الطحينه بتبقى طعمها جامد قوي. ودي بقى مكرونه بالكبده، والكبده عندهم جامده قوي، بتتحط على اي حاجه تخليها جامده. دي مكرونه بصلصه وسعرها 50 جنيه. وطلبنا من عندهم بقى طبق كده ميكس كبده وسجق على بعض، وحاطين عليهم شويه طحينه، والطبق ده سعره 65 جنيه، وبيجي معاه عيش وسلطات. وبكده تكون انتهت تجربتنا النهارده في مطعم ملاك اسكندريه. اشوفكم في فيديو جديد وتجربه جديده. لايك وفولو لو انت على اليوتيوب، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه.